مره كان عندنا مشكله شاب وبنت، فراحوا للشاب يلوموا عليه. الشاب قال لي، قال له يا حاج انا ما ضربتش بنتك على ايديها، انا ما ضربتش بنتك على ايديها، اللي عنده معزه يربطها. البنات محتاجين يفهموا ده. هيقول لك انت الاولى وكمان الاخيره، هيقول لك انت نجمه عاليه في السماء، في الاخر بيحور انت ولا اي حاجه وهو ولا اي حاجه. الوقت بقى سن الارتباط في كيجي يعني ازاي؟ ما تتحورش، اسلك. يلا مشهد من بعيد، يلا استعد، ها هيخليه يبص لها، استعد انت كمان هيبص لها، يلا اكشن، بص ايه ده بيبص لي وانا ببص له. لازم يدوق وياخد القفا. انا ربنا خرجني من الطريق ده عشان اكون رساله ليك، زي قلوبهم بتحركهم. فلك بحبها مش هسيبها، انا لو سبتها قبل كده حد بعت لي سؤال على صالحني، يقول لي يا شيخ انا لو سبتها اجرح قلبها، تدعي عليا يرضيك؟ يرضيني يا حبيبي يعني فجأة تلاقي نفسك مخنوق، فتقول لك انت مخنوق ليه؟ والله عندي ظروف. احكي لي، انت تثقش فيا؟ ده انا ما بثقش غير في غيرك. انت كذا يعني، انا غالي عندك يعني، بتحبني؟ يبدا الكلام يتلطف، طب ايه رايك نمشي مع بعض. فجاي يعدي الطريق فيمسك ايديها، يلاقي ايديها ناعمه وحلو، يبقى يحب مسك ايديها، بعد كده تحب مسك ايديه، بعد كده الموضوع يتطور ويوصل طب ليه ده كله؟ انا هي في الكليه زميلتي يا بنت انت مراتي ما دام ان بابليك ونو فيلينج يبقى صوت. فاين المشكله يا سيدنا؟ انت ما عادين الدنيا في الوقت انا عجباني البنت الفلانيه دي، فمفيش اي طريق ان انا امسك البنت الفلانيه او ان انا افضل على علاقه بيها غير كده. اعمل ايه؟ طبعا مولانا اوعوا تعلقوا قلوبكم لاخر لحظه، خلي قلبك دايما كده في حته للظروف. كم من زواجات بيكون فاضل عليها اسبوع بل ساعه بل يوم وتفسخ. فيتقابلوا الاثنين اللي ما شاء الله عليهم الضدين لا الاثنين بقى شبه بعض في ايه؟ في الاثنين ما عندهمش حاجه. فيعملوا اسره، اما يخرجوا لنا ناس مهلهلين نفسيا او اولاد مهلهلين نفسيا، ويطلعوا هم كمان يعملوا اسره والدنيا تبوظ، واما ان هم يعني يفشكلوا. فانا قعدت سنه ونص انا ارتبطت ببنت وخضت المعركه